بسم الله حبايبي الغاليين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحه وسعاده وهنا. النهارده هنعمل ايه؟ ايس كريم سوا. خليكم معايا. اول حاجه معايا كوبايه لبن متلجه، تمام، كيس كريم شانتيه، ورقه فانيليا، جوافه، تمام. اول حاجه هعمل بيها هبدا بيها بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه في الخلاط لازم يكون اللبن متلج علشان ايه؟ القوام اللي احنا عاوزينه يطلع كويس باذن الله. خلاص، ده صوص فراوله، ممكن تجيبي ايه؟ اي صوص من سوبر ماركت انت عاوزاه. طبعا دي جوافه عملتها عصير، بسم الله الرحمن الرحيم. مش قادره اقول لك ريحتها، بسم الله ما شاء الله، تحفه تحفه. طبعا انا فرمتها، وكان ايه، فرمتها بكوبايه لبن كمان عشان ايه؟ تكون مفيده للاطفال اللي هي ايه، ما بتحبش تشرب الحليب، تمام. طبعا بقى انا جهزت الكريمه وعينتها في الايه، في التلاجة، عشان الجو بصراحه النهارده حر قوي. طبعا ما عنديش بقى معلقه الايس كريم. اتمنى شير ولايكات، تعليقات جميله كده، ونصلي بينا على نبينا عليه افضل الصلاه والسلام. ويسعدني اعرف بيتكلمون من انه بلد. كمان كمان يا رشوشه. خلاص كده، خلاص كده. الله، ايه رايكم؟ شوفوا بقى كمان الحلاوه. الله، شايفين بقى كمان الحلاوه. الله، اسهل ايس كريم هتعمليه بجد، روعه. ايه رايكم؟ اتمنى شير وتعليقات جميله كده. في امان الله، مع فيديو جديد ان شاء الله.